بتقول انا عارفه ان محمد جوزي راجل عملي قوي، ومشكلته ان العواطف مش رقم واحد عنده. محمد بيقول انا فعلا اوقات كتيره ما ببقاش حاسس او فاهم مشاعرها بالطريقه اللي هي عايزه توصلها لي. المشكله ان انا بفهم بالطريقه اللي هي المباشره، لكن ندى اوقات كتيره بتيجي تتخانق معايا وتنتقدني وتهاجمني، وانا ما ببقاش فاهم او مدرك هي بتعمل كده ليه. ندى بتقول انا ببقى محتاجة منه مشاعر، محتاجة منه حب، محتاجة منه عواطف، محتاجة ان هو يهتم بيا. محمد بيرد وبيقول والله انا عايز اديها كل حاجة، بس انا طبيعي ان انا بفكر فيها 24 ساعة. ما هو انا لما بروح اشتغل ده بشتغل عشان مين؟ ما عشانها. لما بجيب طلبات للبيت بجيب طلبات عشانها. لما بحاول اريحها فده عشانها، عشان البيت يبقى لطيف. فانا بتحكي موقف زعلانه منه من محمد، بتقول هو لما بيكون تعبان انا ببقى تحت رجله وبعمل له كل حاجه حلوه. هو ما بيشكرنيش على ده، بس ساعات بيقول لي شكرا، ساعات بيقول لي ما تتعبيش نفسك، ما اعرفش ايه. على الرغم ان انا لما بكون تعبانه بيسيبني نايمه، ما بيعملش حاجه غير ان هو بيجيب لي الدواء. فمحمد بيرد وبيقول والله انا ببقى عايز اريحها، لان انا لما ببقى تعبان ببقى شايف ان الاهتمام ان انت تسيبيني ارتاح. لو انا محتاجك جنبي هقولك خليكي جنبي. ببقى شايف ان اهتمامك بيا بيكون انك تعملي لي شوربه، انك انت تهدي الجو حواليا، تعملي لي مساج، تعملي لي حاجه تخفف عني، حاجة عملية بالفعل تخفف عني، مش ان انت تقعدي تقولي لي الف سلامة وربنا يخليك وما اعرفش ايه. الحاجات دي كلها انا بحبها، بس الاساس عندي ان انا الاقي الحاجة العملية منك. فانا كمان لما ببقى انت تعبانة ببقى شايف ان انت الافضل انك ترتاحي. انا هستفاد ايه او انت هتستفاد ايه من طول ما انا قاعد جنبك وعماله احسس عليكي وعلى راسك والف سلامه والف سلامه؟ لا، ما هو الصح يعني من وجهة نظري، يعني هو انا شايف انه الصح اني انا اسيبك ترتاحي، فبقفل عليكي الاوضه وبجيب لك الدواء وبسيبك تنامي ساعه اتنين براحتك. لما تبقي لما تحسي انك هتفوقي هتقومي. فندى بتقول له لا، هو المفروض ان انا مطلوب منك انك انت لما ابقى تعبانه ابقى تيجي وتطبطب عليا فندى في الوقت ده بقى بتتلوي وتتقمص. فالصح في الوقت ده ان هي تنادي محمد وتقول له حبيبي انا محتاجه حضنك. حضنك بيسكن الالم بتاعي، طب ممكن تخليك جنبي شويه؟ هو بيقول لها لما بتطلبي مني الطلب ده مباشره انا هحاول استجيب معاكي، يعني مش بعد كده مش هعمله من نفسي مباشرة، لاني فعلا بنسى وما ببقاش فاكر هو انا مطلوب مني ايه. غير فعلا الشغل وازاي اجيب فلوس وازاي احقق لكم الامان. لكن انت لما بتطلبي مني حاجة انا بعملها لك، ومش معنى كده ان انت يعني لما تطلبيها ان ده بيقلل منك او من كرامتك. بس انا بحب انك تطلبيها بطريقه لطيفه، بطريقه لذيذه، يا اما بطريقه فيها حب يا اما بطريقه فيها كوميديا شويه. لكن ان اول ما بلاقاكي مكشره بيوصلني رساله انك انتي مش مقدره اي حاجه انا بعملها عشانك. فبالتالي ببقى متضايق جدا ومنزعج جدا وممكن اقول كلمه ملهاش لازمه. فانا حقيقي ببقى محتاج انك قولي اللي انت عايزاه، بس من غير ما تحسسيني ان انتي مش مرضية، لان انا بتفانى فعلا في الحياة دي كلها عشانكو. آه، فمحتاج منك ان انتي توجهيني بطريقة صح.